حكى عنك علشان الخوف بيخاف منك. خليت المحنة كأنها لعبة بتلعبها يا أسد واقف بشجاعتك. ادتني دروس بشطارتك، الدنيا بحالها بتاعتك والعالم رهن إشارتك. الأمل انت اللي كتبته والتعب انت اللي تعبته، وفرضت عليه سيطرتك وفرضت عليه سيطرتك. انت الإنجاز. خليت العالم حكى عنك عشان انت الخوف بيخاف منك. مصر بتنتصر على الأرجنتين بنتيجة 4-3، ولكن الفيفا تتدخل لتغيير النتيجة 3-2 لصالح الفيفا والأرجنتين. مبروك، فوز غير مستحق. بإلغاء هدف لمصر كان مستحق وكان هيخليهم يستسلموا نفسيا بدري، وعدم احتساب ضربة جزاء لمصر كانت مستحقة 100%. وبكده مصر تستحق الفوز بنتيجة 4-3. ده لو هنتكلم كورة، بس الكلام ما بقاش كورة. الحكاية يا سيد الناس فيك انت. ايوه انت المصري الاسد الجامد، البطل المزيف. لما كسبك بالتحكيم عيط من الفرحه وقال لقد نجوت والحياه عادت الينا من جديد. بطل العالم بتاعهم عيط لما انتصر عليك بمساعده الاخرين. وده يكفيك ان انت تعرف مين هو البطل الحقيقي. لعيبه الارجنتين من اول دقيقه نازلين الملعب بيضربوك عشان عارفين ان انت الاقوى. معلش، اصل ربنا خالق المصري ليه شخصيه وليه هيبه. المصري ذكر وعينه جريئه، ما بيخافش ويسد عين الشمس. اي مصري مميز في كل العالم، ولو خد فرصته محدش هيحصله. تقدر تقول لي هتكسبني ازاي وانا اجمد منك؟ مفيش غير طريقه واحده بس، هي تكسير المقاديف. هيكسر مقاديفك وهيضغط عليك نفسيا وهيذلك، ولو ما قدرش يذلك هيقولك اني انا اغنى منك وانت هتفضل طول عمرك فقير. وهو المتحكم هيبرمجك ان هو اقوى منك وان انت ضعيف. هيشككك في نفسك دايما وهيقولك ان هو سابقك ب100 خطوه لقدام وان انت متاخر عنه 200 خطوه لورا. هيبقى عايزك تقلده في كل حاجه، في اللبس، في تسريحه الشعر، في التاتو، ويقولك انت يا معلم مقفل ليه؟ ما تيجي تعيش عندي في الحريه بتاعتي، خليك اوبن مايند. هيكسبك ازاي من تجمد منه؟ لازم يبرمجك. هيقولك انا متعلم اكتر منك وان انت جاهل، انا صاحب القصر وانت سواق عندي. هيعاملك على انك سواق عنده. هو هيفضل مبرمجك لحد ما تنزل انت وهو في حلبة واحدة وهتكتشف ان العكس صحيح. زي ماتش الارجنتين بالظبط، هتكتشف ان انت الاقوى وهو الاضعف. هتكتشف ان الغنى غنى النفس وهو غني بالكذب، واخره يبقى بطل في بطولة مزيفة. هتكتشف ان انت اللي تستحق القصر اللي هو عايش فيه، بس انت بتعرف تجيبه من عرق جبينك، مش بابا انفانتينو هو اللي بيجيبهولك. هو يعرف يكسبك بالعافية بالتحكيم امام الجميع، وممكن يغير اي نتيجة لصالحه عشان هو المتحكم، بس صعب يعرف يغير التاريخ. التاريخ يعني مصر، الحضارة والقوة يعني مصر. هتلاقي زي حسام حسن 100 مليون. صعب عليك تعرف تغير الجينات المصرية يا فندم، احنا ايدينا مشققة من الشقة. مصر في امان طول ما ناسها الطيبين في امان، عشان احنا دايما على حق، واصحاب الحق دايما عينهم قوية. مش عينهم بس، وقلبهم كمان قوي. انا بعد ماتش مصر والارجنتين عرفت ليه الناس بتحب كريستيانو رونالدو اكتر من ميسي. لو عرفت تعمل مقارنة بين الاتنين، لا، كريستيانو رونالدو بني ادم، كريستيانو رونالدو انسان. كريستيانو رونالدو بجد يشبه للمصريين، بيتعب وبيشقى عشان ياخد احسن لاعب في العالم، بيكسر ارقام عشان هو مركز في مشواره، بيكسر ارقام ومركز في مشواره، وعمره ما عمل مشكلة، عمره ما زعل حد منه، ولا عمره كسب حاجة مش بتاعته او ما يستاهلهاش. انا عرفت الناس ليه بتحب كريستيانو رونالدو اكتر، مع ان انا من الناس اللي بتحب ميسي اكتر، بس انا بحب ميسي كرويا. انا بحب ميسي كرويا عشان ميسي اللعيب الوحيد اللي قدر يمتعني. بس بما ان ميسي للاسف محسوب على المنظومة دي، فللاسف حبي لميسي بدأ يقل كشخص، بس ككورة استيل ميسي امتع لعيب كورة جه في التاريخ. كأرقام كريستيانو رونالدو أسطورة من أساطير كرة القدم، وصعب إن حد يكسر أرقامه. كريستيانو رونالدو عايش عشان يكسر أرقام بس.
ميسي عايش عشان يستمتع ويمتع الناس بس. فكريستيانو رونالدو متفوق بحب الناس ليه ومتفوق بالارقام، اما ميسي متفوق بالمنظومه اللي هو محسوب عليها. كان طبيعي جدا ميسي لما يمشي من برشلونه يتنطط له سنتين بره ويروح يعيش في امريكا. تفتكر ان صلاح ممكن يلعب في يوم من الايام جنب ميسي؟ طب تفتكر صلاح ممكن يلعب في يوم من الايام في الدوري اللي كان فيه التنظيم بتاع البلد اللي خرجوه من كاس العالم؟ لا، محمد صلاح مش هيروح يعيش هناك ومش هيلعب هناك. انا وجهة نظري 100% ان محمد صلاح مش هيلعب في الدوري الامريكي. محمد صلاح لسه مخلصش اللي عنده، لسه هيلعب تاني وهيتألق تاني وهيبقى اسطورة ان شاء الله. نصيحة اخيرة لكل الناس في كل المجالات: انجح في بلدك، بلدك اولى بيك. ما تصدقهمش، هم عايشين بره في اكذوبة. اي نعم الحياة صعبة شوية، بس الصعب بيتحقق وبيحقق المستحيل. تختار الصعب اللي بيحقق المستحيل ولا السهل اللي بيخليك قليل الحيلة؟ ارفع راسك فوق، انت مصري، والمصري الخوف بيخاف منه. مصر في امان طول ما ناسها الطيبين في امان، عشان احنا دايما على حق، واصحاب الحق دايما عينهم قوية. مش عينهم بس، وقلبهم كمان قوي. عايز تعرف الحقيقة؟ مصر بطلة الدنيا مش بطلة العالم. وعايز تعرف حقيقة تانية؟ تحيا فلسطين حرة عربية. يا ناس يا ناس يا مكبوت، هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية.